تمام كده. خلينا نبتدي. بص يا سيدي، الفيديو ده ممكن يكون كله متصور ومتمنتج في دقايق علشان الحقك قبل الكارثه اللي انت ممكن تعملها. الاس 24 الترا كلنا عارفين قد ايه هو جهاز جامد. انا عملت فيديو انطباعات اوليه عنه، وان شاء الله قريب هنزل لك مراجعه كامله بعد ما نجرب الجهاز لفتره طويله. المهم انا جاي اقول لك دلوقتي ما تشتريهوش، وانا عارف ان الجمله تبان غريبه قوي كحد اصلا بيرشح الاس 24 الترا وحد كان بيستعمل الاس 23 الترا طول السنه اللي فاتت، بس انا عايز الحقك وهتفهم الموضوع دلوقتي، هتفهم قصدي كويس لما اشرحه لك. النهارده احنا يوم 20 يناير، الموبايل لسه ما توفرش رسمي في السوق المصري. سعر الموبايل دوت في السعوديه عامل 5400 ريال، والمتوقع بتاعه هنا في السوق المصري حوالي 80000 جنيه. ده شويه تسريبات على شويه توقعات، على لما تيجي تحسب سعره في الامارات والسعوديه وتقوم ضارب في سعر الجنيه المصري في السوق السوداء، طبعا هيطلع لك المتوسط دوت ان هو حوالي 8000 جنيه، عذرا 80000 جنيه، دماغ الواحد لسه مش ظابطه على الارقام الجديده ديت. المهم هو سعره هيبقى 80000 جنيه في السوق المصري، هيزيد شويه او ينقص شويه. اليومين اللي فاتوا دول انا شايف ابتدى يتعرض وابتدى يتعرف ان السعر بتاعه 78000 جنيه، بس الفكره ان هو مش هيبقى كده ضمان محلي، ده هي محلات كده اعلنت من نفسها ان هنبيع الموبايل دوت بالسعر دوت، وغالبا هيبقى دوت السعر بتاع الدولي بتاعه. يعني انت لو اشتريت بقى الموبايل بالسعر دوت من المحلات ديت، اسمعها مني هتندم، هترجع كمان شهر شهرين هتقول يا ريتني ما عملت كده في نفسي، لان السعر دوت هو هيبقى تقريبا نفس سعر الضمان المحلي. يعني الموبايل هنا هيكون عندك في مصر في الرينج ده، بس الضمان المحلي بقى هتاخد زياده عليه طبعا الضمان ال 12 سنه، اللي هو اي حاجه حصلت في الموبايل هتقدر تروح لسامسونج هنا في مصر. ده غير هديه الحجز المسبق، احنا لسه ما نعرفش هتبقى ايه في مصر تحديدا، بس في الدول التانية بيدوا سماعات هديه، فممكن في مصر تكون السماعات او ممكن تكون الساعه. طبعا كلامي دايما على اخر اصدار من الساعه واخر اصدار من السماعه، يعني احدث حاجه عند سامسونج، واحنا متعودين دايما ان بيبقى فيه هديه حجز، فوارد تكون واحده من دول موجوده في مصر برضو، بالتالي استنى واشتريها بالشكل الرسمي. فوق ده كله كمان صديقي احمد اويدر، المسرب المشهور والمعروف عالميا دلوقتي، تحيه لاحمد من هنا بالمناسبه، بيقول ان هيكون في عرض تقسيط 24 شهر بدون فوائد وبدون مصاريف اداريه وبدون اي حاجه خالص على الاس 24 الترا، وضمان زياده على الضمان العادي، ضمان 12 شهر على الشاشه. يعني لو الشاشه اتكسرت هتروح لسامسونج تطلب منهم تغيير الشاشه ويغيروها لك ببلاش. دي مميزات انت هتاخدها في الضمان المحلي بس، فليه تدفع الفلوس ديت في الضمان الدولي وهو عندك بنفس السعر الضمان المحلي هتاخد المميزات ديت؟ يعني حتى مش هتوفر في السعر، مفيش مبرر يخليك تعمل كده. طبعا لما ينزل بقى ضمان محلي سعر الضمان الدولي هينزل واحده بواحده، وساعتها ممكن اقول لك تفكر فيه. لو فرق السعر كبير قوي، كبير قوي دي تقصد على الاقل خالص 10000 15000 جنيه، ساعتها ممكن تفكر. لان لو فرق ما بين الضمان الدولي والمحلي 5000 جنيه بس مثلا، وانت هتدفع 75000 جنيه في موبايل عشان تاخده دولي، لا ادفع 80000 وخد الضمان المحلي، فرق صغير على ان انت ما تزودوش. فعلشان كده بقول لك لازم على الاقل الفرق ما بين الدولي والمحلي يكون عامل حوالي 15% من سعر الجهاز دوت. رايي، ديت النصيحه اللي انا بقولها لك، وديت الحاجه اللي انا بعمل بيها عن نفسي، ولكن في الاخر طبعا القرار بتاعك انت اللي هتشتري وانت اللي هتتحمل مسؤوليه قرارك. المهم قول لي رايك في زاويه التصوير ديت، لان هي زاويه غريبه شويه عن المعتاد بتاعي، ولكن انا عملت السيت اب كده ايه في السريع بس عشان اطلع اقول لك الكلمتين دول. فلو عجبك ستايل الفيديوهات دوت اللي هو سريع وبنخش في الموضوع على طول، اقول لك نقطه واطلع تاني، قول لي في الكومنتات علشان نكتر من النوعيه ديت. بس كده، ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.